السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد، وفي إطار حلويات العيد غادي نشارك معكم اليوم حلوى بدون فرن بمكونين أساسيين فقط، وكتجي تبارك الله بنينة وكتعطي كمية كثيرة. إلا كنتو مازال ما وجدتوش الحلوى ديال العيد فهاد الفيديو غادي ينفعكم، وهاد الحلوى غادي تنفعكم بزاف. ندوزو مباشرة نحضروها، خليكم معايا. عندي هنايا 400 غرام ديال الكاوكاو محمر. انا خدمت بكاوكاو البلدي، حمرته وقشرته وطحنته بحال هكا في واحد لاشواغ. عندي معاه 200 غرام ديال البسكوي، يعني البسكوي نصف الكميه ديال الكاوكاو بسكوي حتى هو طحنته. وعندي واحد ساشيه اولا زوج ساشيات ديال الكاكاو المر، وغادي ندوز نخلط بالعسل. سواء تخلطوا بالعسل سواء تخلطوا بشوكولاته الدهن، بجوج بيهم كيجيو الصراحه زوينين، وبجوج بيهم كيجيو لذاذ. غادي نبدا نعجن في هذه العجينه، وانا كنضيف العسل شويه بشويه باش ما يجراش ليا الخليط في يدي. وفي حاله ما درتوا العسل بزاف وجرى، فغادي تضيفوا يا اما شويه ديال الكاوكاو يا اما شويه ديال البسكوي، حتى تحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون لينه وكتقدروا تشكلوه بسهوله. من بعد ما حصلت على عجينه كتكور ليا بسهوله، غادي ندوز بحال هكا نبدا نعبر. اولا ديروا عينكم ميزانكم تقريبا واحد 20 غرام 21 غرام. الا بغيتوا الكرات يجيوكم متوسطين في الحجم، بغيتوهم يجيوكم صغار شويه فديروا غير 15 غرام، راها غادي تجيكم الكره يعني متوسطه. غادي بحال هكا نبدا نشكل الكرات، راه كيتشكلوا معكم بسهوله. الا بدات العجينه كتفرتت لكم، عرفوا باللي راها ناقصاها العسل اولا ناقصها الشكلاط. هنايا من بعد ما كورتها كلها، دزت كنمرمدها بحال هكا كندهنها بشويه ديال العسل، وكنمرمدها عفوا في كاوكاو كونكاسي حتى هو محمر ومهرمش. شوفوا معايا، ضروري دوزوها في العسل باش كتشد لكم كاوكاو مزيان وكتجي مفينيه وكيجي الشكل ديالها غزال. كنديرو بحال هكا في واحد البول، وكنبدا ندور داك البول بسهوله وكنهز لي بول ديالي كيكونوا راه هزو كاوكاو. شوفوا معايا الشكل ديالهم كيفاش كيجي ما شاء الله. يعني وساهل ماهل هاد سهله ماهل هاد الحلوه، ما غاديش تاخذ منكم الوقت اطلاقا. هنايا خذوا اي حاجه تكون بحال هكا مدوره غادي تساعدكم باش ديروا واحد الثقب في الوسط ديال الحلوه. شوفوا معايا بحال هكا، وغادي نتقب الحلوه ديالي كلها. الا بديتو كديروا التقبه ديال الحلوه وشفتوا بلي الحلوه كتفرتت ليكم، بمعنى ان العجينه ديالكم خليتوها ناشفه. العجينه خصها تكون لينه باش في هذه المرحله ما كتبداش تشقق اولا ما كتبداش تحل لكم مع الجناب. غادي نكمل بهذه الطريقه حتى نصاوب الحليوات ديالي كلهم كما كتشوفوا. شوفوا الشكل ديالها كيفاش كتجي ما شاء الله. هنايا خديت الكراميل، سواء الكراميل اللي تكونوا حضرتوه في المنزل اولا الكراميل اللي كيتباع جاهز، وغادي تبداو تعمروا داك الجزء التحتاني ديال التقيبه اللي درتو. فما تعمروهاش حتى للفم، خليو واحد المكان فين غادي نديروا الشكلاط. هنايا غادي ندوز عاوتاني ندير واحد شويه ديال الشكلاط حتى نسد داك البلاصه كلها. كيجي الصراحه هذا الشكل راقي جدا لداخل الكراميل وعلى برا الشكلاط، مع داك لوغو ديال الكاوكاو راه كيجي غزال بزاف. الا كنتو مازال ما حضرتوش الحلوى ديال العيد، حضروا هاد الحلوى راها كتجي رائعه وكتوجد بسرعه وكتجي معلكه. نتمنى تكونوا تبعتوا الفيديو ديال اليوم ونال اعجابكم، وإلا عجبكم كما العادة خليو لي تشجيعاتكم، وغادي نقول لكم بسلام عليكم.